دول صحابي. وريني عينك يا لهوي. خلاصي خلاصي، معلش معلش معلش. خد انا همسح حاجة، انت عينك. تعالى يا كلب انت. حاضر حاضر والله، اعمل لك كمادات وافتح لك عينك. حاضر حاضر اسكت. راح فين انت؟ راح فين انت؟ عشان هجيب ميه سخنه لاخوك واجي. هجيب ميه سخنه عشان اعمل لاخوك كمادات على عينه. ماشي. وانت عينك يخرب بيتكم. طب ثواني هروح لكم الحته اللي تحت دي. وانت ثواني. حاضر حاضر. انتوا جعانين؟ بس انا اجيب لكم اكل. بس انا بس ايه اجيب ميه لاخوك واجي. الرسالة ديت لكل واحدة بتلاقي قطة بتولد وبترميهم في الشارع، بجد بيتبهدلوا جدا. اعتبروا كطفل صغير. الأربع قطط دول كانوا في الشارع، كان حد رميهم وحاولت أوصلهم لأمهم معرفتش، بس ربنا قدرني وعرفت أكلهم شوية بسرنجة وكده لحد ما بقى لبط زي ما انت شايف. وكل يوم بهتم بيهم وبعد عليهم، وبجد أهل المنطقة كلهم متعاونين معاهم، اعتبرهم كأنهم القطة بتاعتهم في الشارع. وبجد لما اخوهم مات بجد وجع قلبي جدا بسبب المكان اللي هما كانوا عايشين فيه، وهو كان تعبان شوية فما كنتش عارف اعمل له حاجة. يمكن ده مش المحتوى بتاعي، بس دي رسالة لان اكيد في الاف القطط في الشارع بالشكل ده، فمش هتكلفك حاجة وتبقى حاجة بسيطة بالنسبة لك، واكيد ربنا يجعله لك في ميزان حسناتك. يا ريت ما تبخلش، لو بدك تساعد اي روح في الشارع سواء قطة او كلب او اي روح ساعدهم والله، تبقى حاجة بسيطة. بس خلاص انا خايف عليك. بس الناي بيساعدني. خلاص ده صاحب الناي خلاص. ايه